يلا بينا نعمل مع بعض التتبيله التانية. جبنا طاسه كده على النار وهنحط فيها معلقه سمن بلدي او قطعه من الزبده. انا هنا عندي سمنه فهحط معلقه من السمن البلدي. كده حطينا قطعه من السمن البلدي على النار. بعد كده هنشوح فيها ايه بقى؟ هنشوح فيها التتبيله التانية اللي هي عباره عن بصل، جزر، بصل متقطع جوليان كده او شرايح، بعد كده جزر مبشور، فلفل اخضر، ولو في فلفل الوان عادي حطه، بس انا ما عنديش فلفل الوان خلصان من عندي فانا حطيت الفلفل الاخضر، وحطيت هنا قرن شطه وطماطم. دي التتبيله التانية عباره عن بصل، جزر، طماطم، فلفل، ونص قرن شطه كده عشان يشطشط الاكله يخليها سبايسي. طبعا انا جاي ثانيه مع دعاء. لا ما تبعدش، تعالى هنا انزل انزل يا مود هينفع. احنا بس عايزين نشوحهم على النار. منهم ان هما ثانيه واحده، منهم ان هما ياخدوا ريحه السمن البلدي او ريحه الزبده اللي انتوا حاطينها اللي انتوا بتحبوها، ومنهم ان هما يدبلوا عشان يسهلوا معايا في سوي السنجاري على في الفرن. معلش بقى مودي كان عايز يصور بس هو مش هينفع يصور خالص جنبي حاليا علشان هنا نار. فانا هنا بحط التتبيله التانية اللي هي عباره عن البصل، الطماطم، الجزر، الفلفل الاخضر، ولو في فلفل الوان حطي، وكمان قرن شطه او نص قرن شطه على حسب الرغبه. اللي مش عايز يحط قرن الشطه اللي هي الشطيطه ما يحطهاش براحته خالص. وهنا بتبلها علشان تاخد نكهه السمنه البلدي او الزبده اللي انتوا بتحبوها، وفي نفس الوقت علشان تدبل معايا فتساعد في السوية اكتر في سوى السنجاري في الفرن. لما نحط السنجاري في الفرن تكون سهل سويها، ما يطلعش مثلا البصل مقرمش، لا تكون كل حاجة مستوية معايا. فانا مش بسوي الخلطة، انا بحط الخلطة على النار في قطعة من السمن البلدي او الزبدة علشان تاخد النكهة بتاعتها وعلشان تدبل معايا فقط. انا مش عايزة اسوي الخضروات، انا عايزة الخضروات تدبل معايا فقط. يا جماله بقى لو كان عندي فلفل الوان احمر واصفر، لكن حاليا خلصان من عندي. بدأت تدبل معايا، برضو مش عايزين نجعلها تدبل خالص، يعني هي ايه، نحس بس ان هي دبلت كده في التشويحة بتاعتها واخدت نكهة السمنة البلدي او الزبدة. هنبدأ نشيلها ونحطها على البوري زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا. واللي هيوصل معايا لحد كده في الفيديو حبايب قلب الاعزاء، يا رب اللي يحط اللايك يزور سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واتمنى منكم كومنت حلو زي قلوبكم السكرة لمودي قلب دودي، وما تنسوناش باشتراك. دبلان جمدان احنا نحل السنجري والله ونحب الحياة. كده خلاص اهي زي ما حضراتكم شايفين بدأت تدبل معايا الخلطة الخلوطة الفرفوشة لقتقوطة. تمام لحد كده بس مش اكتر، انا عايزاها تدبل فقط لا غير ومش تدبل قوي. بعد كده هنقفل عليها، طبعا كل ده على نار عالية. خلاص قفلنا عليها. هنبدأ بقى نحطها في الوok بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. حطيناها في الوok بتاعنا او الطبق الوعاء يعني اللي بنحط فيه. هنسيبها بس لما تبرد شوية صغننين عشان اقدر افرشها وهرجع مع حضراتكم تاني. في نفس الوقت هنجهز الورق الفويل اللي احنا هنرص عليه البوري. يلا بينا.
كده زي ما حضراتكم شايفين جبت الخلطة نزلتها على الصينية على الارض. وطبعا كده انا حطيت الحاجة كلها على الارض على الصينية جنبي علشان ابدأ اشتغل. هنا الخلطة التانية اللي احنا لسه عاملينها مع بعضنا، وده ورق الفويل وده ورق زبدة هنحطه عليه، وطبعا ده البوري السنجاري اللي احنا تبلناه مع بعض. يلا بينا. برص ازاي؟ بحط كده اللفة بتاعت ورق الفويل، وعلى كل ورقة فويل بحط ورقة واحدة من الزبدة زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده. وهحط عليها البوري، سمكة البوري، لكن مش هحطها على طول، لازم ادهن ورق الزبدة ده زيت. بحط كده زيت يعني شوية صغنطتين، بما يعادل معلقة كبيرة بس كده مش اكتر، وبدهنها استنوا معايا يا ولاد وبدهنها بالفرشة علشان احط عليها البورياية. هخلص بقى وهوريكم. كده انا دهنت ورق الزبدة بالزيت وحطيت عليها السمكة البوري السنجاري بهذا الشكل بالتتبيلة الخطيرة بتاعت امبارح، وهنبدأ نحط عليها تتبيلة النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين معايا حطيت عليها الخلطة التانية وقطعت عليها ليمونة كبيرة شرائح، وهعمل بقى كل السمك السنجاري اللي هو البوري بنفس الطريقة، وهنبدأ ندخله الفرن. تدخلوه الفرن يا اما تحطوه على الصاجة يا اما تحطوه في صينية براحتكم خالص، بس انا هوريكم ازاي انا بقفل عليها الورقة. زي ما حضراتكم شفتوا معايا كده بقفل عليها الورقة من الجوانب، لكن بسيبها مكشوفة من فوق. لو هتعملوها في فرن بوتاجاز اكيد بنشغل من تحت الاول لحد ما تستوي معانا، بعد كده بنبدأ نشغل الشواية من فوق على وشها علشان تاخد لون وتستوي ايضا من فوق، او ممكن نشغل الشواية مع الفرن من تحت بس نهدي عليها علشان تستوي سوا كويس وعلى راحتها. لو هتعملوها ايضا في فرن غاز اي فرن بتحطوها سواء في صينية او على الشبكة بتاعتها الخاصة يعني بالفرن، وبتسووها والف هنا وعافية على قلوبكم الدافية حبايب قلبي الاعزاء. اتمنى لكم كل خير وسعادة وراحة بال، واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش صلى على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأتمنى أي أكل حضراتكم تعملوه أكيد يكون فيه البركة والهنا والخير، لأن انتوا ستات بيوت أصيلة. وأتمنى لكم كل خير، وما تنسوش تدعمونا في القناة بلايك وسبسكرايب للقناة. بسم الله. شوفوا مولعة عليه من تحت ومن فوق، من تحت مهدية النار ومن فوق معليها سيكة كده علشان قرب يستوي. وهنا بعمل البطارخ اللي قلت لحضراتكم عليها امبارح، هعملها مقلية. طبعا بنخلطها بشوية دقيق وبنحطها في الزيت لحد ما تستوي معانا، وبألف هنا للي ياكل.